أنا سعيد بطبيعة الحال كجميع المغاربة، واللي زاد السعادة نتاعنا أكثر هو الاتصال تاع سيدنا الله ينصرو باللاعبين والمدرب والتهنئة نتاعو، وتنظن بأن العمل اللي قمنا به واجب. قبل أقل من 10 سنوات الملك محمد السادس يتخذ قرارا مفاجئا، وهو تعيين فوزي القجع رئيسا للجامعة الملكية لكرة القدم. تداعيات القرار بدت مطمئنة من الوهلة الأولى. كيف لمواطن بسيط يعيش في حي شعبي بمدينة بركان في الجهة الشرقية أن يصبح أنجح رئيس للجامعة الوطنية لكرة القدم في تاريخ المغرب؟ كل الموازين الآن انقلبت، حيث أصبحت الكرة المغربية تنافس عن الصدارة إقليميا وقاريا. إذن كيف انتقل فوزي القجع من حي شعبي إلى أنجح سياسي في المغرب يرعب أعداء المملكة المغربية الشريفة؟ فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واجه التحالفات العربية والإفريقية التي كانت تسيطر على منظومة كرة القدم الإفريقية. استطاع بفضل قوة الشخصية والكاريزما التي يتوفر عليهما أن يسحب البساط من دول كانت إلى الأمس القريب متحكمة في الشأن الكروي القاري، وتستغل تواجدها القوي لخدمة أجندة بلدانها في المجالين الرياضي والسياسي. ولد القجع في عائلة محافظة تتكون من أم ربة بيت وأب اشتغل بسلك التدريس حتى تقاعد مفتشا و3 إخوة. درس مرحلة الابتدائية والثانوية بمسقط رأسه حتى حصل على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية سنة 1988. التحق بعدها بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، حيث نال شهادة مهندس زراعي، والتحق بوزارة الفلاحة قبل أن يكمل دراسته بالمدرسة الوطنية للإدارة بالدار البيضاء. اشتغل فوزي القجع بالمفتشية العامة للمالية، ثم انتقل ليعمل رئيسا لشعبة المجالات الإدارية لسنة 2000 لمدة 3 سنوات، ثم شغل منصب مدير ميزانية الدولة التابعة لوزارة المالية بعد أن قضى 7 سنوات في قسم الزراعة والمقاصة، ثم عين في منصب مدير ميزانية الدولة التابعة لوزارة المالية في يناير 2010. ومن 2014 إلى الآن يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم. في ديسمبر 2022 وشح بوسام العرش من درجة قائد بعد حلول المنتخب المغربي لكرة القدم في المرتبة الرابعة عالميا خلال منافسات كأس العالم المقامة في قطر، ليكون بذلك أول منتخب إفريقي عربي وأمازيغي يحقق هذا الإنجاز. وفي 16 يونيو 2023 عين بأمر ملكي رئيسا للجنة المكلفة بملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 ضمن الملف المشترك مع إسبانيا والبرتغال. فوزي القجع بفضل العلاقات التي نسجها مع مكونات كرة القدم الدولية والقارية، ومساهمته في تطوير اللعبة بإفريقيا، ومشاركته في العديد من القرارات الحاسمة التي كان لها تأثير في تغيير العديد من الأمور داخل أروقة الكاف الإدارية منها والتقنية، جعلته ينال ثقة جياني أنفانتينو واحترام العديد من رؤساء الاتحادات القارية، وأصبح المغرب وجهة خاصة لتنظيم أبرز المناظرات القارية والدولية. وخير دليل على ذلك إقامة المؤتمر الانتخابي لرئاسة الاتحاد الإفريقي بالمغرب شهر مارس الماضي. وقبل أيام نزلت الجزائر بكل ثقلها واستخدمت سفارتها لدعم الحملة الانتخابية لمساندة رئيس الاتحادية الجزائرية خير الدين زطشي في ترشيحه لعضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي ينافس فيها فوزي القجع والمصري هاني أبو ريدة وغوستافو ندونغ من جمهورية غينيا الاستوائية. وبهذا يصبح فوزي القجع أول رئيس جامعة ملكية مغربية حصانا أسودا للجزائريين وكابوسا مزعجا ليس في الأحلام ولكن أيضا في اليقظة. ولا يبقى سوى الإعلان عن تواجد المغرب ضمن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم لتكون الضربة القاضية لأعداء المملكة المغربية الشريفة. أنتم أيضا أيها المشاهدون لكم جزيل الشكر على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء في الوثائق القادم إن شاء الله.